يا مساء الفل عليكم حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ انا امنيه سامي. لسه اول مره يشوفني ما ينساش يعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصلكوا كل جديد. النهارده بقى حبيت ادلعكم واعمل لكم وصفه غرقانه بالشوكولاته. لو تفتكروا اخر وصفه عملتها لكم وهو الجاتو شاتو كراميل، هي دي زيها بالظبط. عشان ما يحبش الشوكولاته ياكل بالكراميل، اللي ما يحبش الكراميل ياكل بالشوكولاته. شايفين بقى وانا بطلعها يا جماعه بحور من الشوكولاته بجد تحفه. والميزه فيها بالرغم ان الشوكولاته فيها كتير بس تحسي ان انت مش واكله حاجه مسكره قوي، سكرها بيبقى قليل جدا. ما بتبقيش عارفه انت بتاكلي كيكه ولا بتاكلي ايس كريم. بتبقى طعمها بجد يا جماعه رهيبه، والكيكه بتاعتها بتبقى هشه وخفيفه جدا. يلا معايا عشان تشوفوا الطريقه بالتفصيل. اول حاجه هننزل بالسوائل، هننزل بكوبايه اللبن بتاعتنا في الخلاط، وننزل معاهم بحوالي كوبايه سكر. ويا ريت دايما في اي وصفه كيكه يبقى الكوبايه اللي هنستخدمها هي اللي هنستمر بيها لاخر الوصفه عشان معيار المكونات يبقى كله متساوي. وهنا بنجهز بقى كوبايه زيت معانا، وهنحط الاول 3 معالق كبار من الكاكاو الخام اللي مش مضاف ليه اي سكر، ونبدا نضرب المكونات دي كلها كويس جدا بالهاند بلندر او بالخلاط حسب ما بتستخدمي. ونبدا بقى ننزل بالزيت حبه حبه، ننزل بحبه ونضرب شويه، ننزل بحبه ونضرب شويه، عشان الزيت ده هو اللي بيتقل السمك بتاع الصوص الشوكولاته اللي احنا عاملينه ده. هنا خلاص كان السمك بتاع الصوص ده وانتقل. هبدا بقى يعني اشيل كميه منه في كوبايه زي ما انتم شايفين منزلينه تقيل ازاي، عامل زي الصوص بتاع الشوكولاته السبريد اللي بنعمله في سندوتشات. هنشيل بقى الكوبايه دي بالظبط على جنب ونكمل بقيه الوصفه. هننزل بقى على الخليط اتبقى معانا بكيس فانيليا و2 بيضه ونضربهم كويس جدا. هناخد بقى الخليط اللي احنا عملناه ده في اي بوله عشان نبدا ننزل بقى ايه بالدقيق. هننخل عليه حوالي كوبايتين دقيق بنفس الكوبايه المعياريه برضو اللي بدأنا بيها، وعليهم كيس بيكنج باودر، ونبدا نقلب بقى الخليط كله مع بعضه لحد ما يتجانس كل المكونات مع بعضها. هنا بقى بنبدا نجهز الصينيه بتاعتنا يا جماعه، مش لازم اي صينيه، اي صينيه عندكم بايركس، صينيه عاديه مقفوله. انا الصينيه اللي كانت متاحه قدامي اللي هي بتتفتح. هبدا بقى اعفرها برش عليه شويه زيت واعفرها بشويه دقيق علشان اقدر اطلع الكيكه منها. هنا بقى انزل بالخليط بتاعي في الصينيه، وفي الوقت ده كله وانا بجهز الكيكه كده بكون مسخنه الفرن على اعلى درجه قبل ما ادخل فيه الصينيه. اول ما ابدا ادخل الصينيه بتاعتي بنزله لدرجه حراره 180، بخفض الفرن لدرجه حراره 180. الوصفه دي الكيكه بتقعد معايا حوالي نص ساعه، بس انا مش بفتح على الفرن قبل نص ساعه يا جماعه علشان الكيكه ما تهبطش مني. وبحطها في الرف اللي في النص. الكيكه دي لما بتطلع لازم يعني بعملها بالشوكه كده او بالسكينه، وابدا اصب عليها كوبايه لبن. طبعا شايفين اخطاء اللي انا عملتها، انا نسيت خالص انها صينيه بتتفتح من الجنب، طبعا اللبن نزل من تحت. ان طبعا يبقى يستحسن تعملوها في صينيه مقفوله. دلوقتي انا بعمل طبقه الكريمه. الخطوه دي في الجاتو شاتو اختياري، انتوا ممكن لما تعملوا الصوص اللي انا هوريه لكم في الاخر تحطوه فوق الكيكه خالص بعد ما تخلص، مش شرط تعملوا طبقه الكريمه، بس انا بحب اعمل طبقه الكريمه دي عشان بتديني طعم الجاتو بالظبط. طبقه الكريمه اللي هنعملها دي عباره عن كوبايه لبن لازم تبقى طالعه ساقعه جامد من التلاجة. هقولها كام مره، الكريمه يا جماعه لازم تتعمل بكوبايه لبن ساقعه جامد من التلاجة. واقوم حاطه عليها كيس كريم شانتيه وكيس فانيليا وحوالي 3 معالق لبن بودر، ونضربهم مع بعض كويس جدا لحد ما يتعمل معايا طبقه كريمه تقيله. زي ما انتم شايفين جبت الصوص اللي انا كنت راكناه على جنب ونزلت منه معلقتين كبار على الكريم شانتيه، ونضربه كويس جدا مع الخليط. هنا كده كانت خلاص شربت كوبايه اللبن اللي انا نزلتها عليها زي ما انتم شايفين. هبدا بقى انزل بطبقه الكريمه، وابدا بقى اسوي طبقه الكريمه كويس قوي في الصينيه وادخلها التلاجة ساعه عشان طبقه الكريمه تمسك عقبال ما اجهز الصوص اللي هحطه في الاخر. الصوص طبعا بعد ما سبته فتره في التلاجة فمسك قوي، هنبدا نحط فيه حوالي مثلا يعني 3 4 معالق لبن وندوبهم كويس جدا فيه. هنا عشان نعزز طعم الشوكولاته في الصوص ده بنحط فيه مكعبين من الشوكولاته وندخلهم الميكرويف يسيحوا مع بعض، ونبدا بقى ندوب كله مع بعض. وهنا خلاص صوص الشوكولاته جاهز معانا. نبدا هنا بقى، يعني انا غلطت غلطه ان نزلت مره واحده بالصوص، فطبعا الكريمه اللي تحت بدات تطلع معاكي، فيا ريت ما حدش يغلط غلطتي ونبدا ننزل الصوص بواحده واحده بالمعلقه. ما حدش ينزل يصب مره واحده، لما تصبيه مره واحده هتلاقي طبقه الكريمه قبت من تحت. هو المفروض تدخلوا كيكه حوالي ساعه او ساعتين في الثلاجه عشان كله يبدا يمسك، الصوص الشوكولاته كمان يمسك، بس انا صراحه كنت مستعجله فبدات اقطع فيها على طول. وزي ما انا قلت لكم في اول فيديو يا جماعه طبقه الكريمه اللي انا عملتها في النص دي اختياري. الصوص الشوكولاته ممكن تحطوه على طول على الكيكه ويبقى كده خلصت معاكم. بس بجد يا جماعه عن تجربه طبقه الكريمه دي بتدي للوصفه دي طعم خرافه، اكنك بتاكلي قطعه جاتوه بجد رهيبه. بجد يا جماعه لازم تقوموا تجربوا الوصفه دي حالا، فعلا يا جماعه رهيبه وسهله جدا. انتوا هتحسوا ان الفيديو طويل بس انا عشان كنت عايزه ابين لكم كل تفاصيل الوصفه، بس هي في الواقع هي ما خدتش مني حاجه خالص، سهله جدا وبسيطه جدا. واجمل ما فيها انها برغم كميه الشوكولاته اللي فيها دي بس فعلا هي مش مسكره خالص، هي سكرها مظبوط جدا جدا جدا. فعلا بتبقي محتاره انت بتاكلي قطعه جاتوه ولا بتاكلي ايس كريم، مديه طعم ايس كريم بجد
رهيبه. وبكده تكون وصفه النهارده خلصت، ولو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك، ومستنيه كومنتاتكم لان ده بيشجعني انزل لكم فيديوهات كتير. واللي لسه بيتفرج عليا لحد دلوقتي وما اشتركش في القناه يا ريت يعمل سبسكرايب عشان يوصلكوا كل جديد. واستنوني ان شاء الله المره الجايه في اكله جديده ووصفه جديده. سلام.